في فيديو هلأ قاعد بنتشر لواحد طلب زواج من وحدة بنص الشارع قدام كل الناس، وكمان كان في واحد فاتح بث وبالآخر رفضته قدام الكل. موقف جدا محرج، لازم تشوفوا هذا الفيديو معي. حسيت بإحراج مو طبيعي. شباب تكبيس تكبيس تكبيس. وعم بيتقدم لها للزواج وانت بتحكي تكبيس؟ يا عمي اقسم بالله تعون لايفات التيك توك مو طبيعيين. مين جابوا هذا على اللي يصور؟ دقات قلبي ألف. يا رب يا رب يا رب توافق، يا رب توافق، يا رب يا رب توافق، يا رب توافق. لا 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 راحت، لا الو راحت. لا بكل سهولة كل هذا التعب وعملها كمان مكان عاملها قلب حب بنص الشارع، ناس عم بيتفرجوا أكثر من واحد زي كأنه مسرح، وبالآخر بكل سهولة مشيت راحت زي كأنه ما في شيء. مشان هيك أنا ما بقتنع بالنظام تاع الغرب، بالنظام تاع أوروبا، بالنظام تاع أمريكا، كندا. هدول نظامهم جدا غريب تاع الزواج. نظامهم مو زي نظامنا انك انت تروح عند الأب وتطلب ايد بنته. ما في عندهم هيك. عندهم عادي انت يكون عندك حبيبة وتعيش معاها، تسكنوا بنفس البيت، كل اشي تمام، بتحبوا بعض، وبعدين اخر اشي لو بدك بتتقدم لها، لو بدك يعني عادي جدا انت اخر اشي ما تتقدم لها، وتضلكوا مثلا حبايب طول السنين، 20 سنة 25 سنة بس حبايب، ما عندهم اي مشكلة. خلص بضلهم مع بعض وعايشين مع بعض، والاهل راضيين واهل الولد كمان راضيين، كله بيرضى. نظامهم جدا غبي، لانه عادي يكون مثلا هذا الشخص متعرف على هاي البنت وبيحبوا بعض من زمان وبيحكوا مع بعض وانا بحبك ومن هذا الكلام، بيطلعوا مع بعض. المهم انه اخر اشي بس يجي يتقدم لها عادي جدا تعمل زي هيك، ترفض. ما بدي اياك، ما بدي اكمل معك، انا كنت بتسلى معك من الاخر. يعني حرفيا زي كأنه قالت له أنا قاعدة بتسلى معاك طول هذا الوقت، أنا مش جد بحبك لدرجة إنه بدي أتزوجك، أنا بس هيك قاعدة بتسلى. الموقف هذا جدا محرج، الله يعينه على الموقف هذا المحرج يلي هلأ كمان تصور وعليه ملايين المشاهدات. هذا الفيديو من 20 ساعة نازل وعليه ملايين المشاهدات. ما قبلت، ما قبلت. شوفوا لسه على ركبته. قوم حبيبي قوم، الله يرضى عليك، قوم الله يرضى عليك. هذا اللي بيصور ما بعرف ليش قاعد بيشرح لنا شو قاعد بصير. ما قبلت، ما قبلت. ما احنا شفنا انه ما قبلت، شفنا بعيننا. مشيت البنت هربت زي كأنه واحد بيلحقها بسكين، هربت هرب منه. شفنا عرفنا انه هي ما قبلت. ما ضروري يتأكد لنا هذا الشيء يا اخوي. روح ساعد الرجال قاعد بتصور فيه مسكين، لساته على ركبته، لسه في امل، بفكر قاعد بتعمل معاه مقلب. ما في مقلب يا اخوي. قوم قوم من ركبتك، قوم نظف حالك، نظف حالك، وروح تقدم لبنت بباب بيت اهلها، مش تعمل لي هاي الحركات وبالشارع. I love you so much my girlfriend and I live with you and I love you and we want to get married. سيبك من هاي القصص يا اخوي. مبين عليك انت عربي، شو قاعد بتعمل؟ العرب هناك متأثرين لدرجة انه صاروا هيك يتقدموا كمان. يلا عادي عادي كمان تكون البنت عربية واهلها يشوفوا هذا الفيديو عادي، صاروا هناك هيك خلص متقبلين هذا الشيء. عادي بنتي عندها بوي فريند. هناك خلص متقبلين هذا الشيء بشكل مو طبيعي. خلص بخلوا بناتهم، بخلوا اولادهم، مو مشكله بسيطه بيبي. خلص شو بدنا نحن بعاداتنا وتقاليدنا؟ هلا احنا باوروبا خلص لازم نمشي على عاداتهم وتقاليدهم. شوفوا شو عاداتهم وتقاليدهم بتسوي. موقف جدا محرج، الله يعينك يا اخوي. والله تتعوض صدقني، تتعوض 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 والله صدقني تتعوض والله. زارني رفضته وراحت، رفضته وراحت. كنا وياك زار، كنا وياك. ليش لسه بتأكد لنا يلي قاعد فاتح هذا البث؟ والله عرفنا شفنا انه رفضت، راحت هربت منه، بنعرف انه رفضت. ليه لسه بتأكد لنا؟ قاعد بتجرح فيه بزيادة. الولد قاعدين حوالين الناس بيواسوه وانت قاعد بتحكي رفضته وراحت. شفنا انه رفضت وخلص، مش ضروري تضلك تأكد. حرام مسكين بده يبكي شوي وراح تنزل دمعته الولد. الكل قاعد يواسيه بالاخر، اجوا عنده بس ما في حد بيقدر يواسيه هلا حاليا. خلص الولد هذا جدا مجروح. موقف جدا
جدا صعب قدام كل الناس، وكمان هذا فاتح بث وقاعد بيصور لكل الناس تشوفها، وانتشر المقطع بتيك توك. ما في حدا حيقدر يواسيه هذا الانسان. هذا لازم يقعد مع نفسه، يعمل يوغا، يعمل مديتيشن، يصلي، يدعي الله انه يتخطى هذا الامر. بس اتعلم من هذا اللي صار لك، لا تمشي لي على عاداتهم وتقاليدهم، عادات وتقاليد الغرب. شوف بالاخر شو صار معك. هيك الغرب انت وحظك. يعني عادي تحب بنت تقعد معها 10 سنين وبعدين انت وحظك، يا اما بتحكي بدي اتزوجك، يا اما بتحكي لك لا. يعني زي كانك بتلعب حجر ورقه مقص معاها، 50% تفوز 50% تخسر. عادي جدا تحكي لك اوكي يلا نتزوج، وعادي جدا تحكي لك لا. شفت زمان فيديو بتذكر لواحد اجنبي راح تقدم لحبيبته ورفضته، وبعدين ضلهم مع بعض. يعني هي حكت له من الاخر اسمع انا بدي اضل حبيبتك بس ما بدي اتزوجك. يعني زي كانه بتحكي له انت لعبه عندي وانا هلا بتسلى فيك، وبعدين بس اتزوج خلص بشوف لي واحد جدي، انا ما بدي اياك، قاعد هلا بس بتسلى معه. هناك عندهم المبادئ جدا غريبه. الله يصبرك يا اخوي، تعلم من هاي الغلطه ولا ترجع تعيدها. المره الجاي بس بدك تروح تخطب بنت، روح عند ابوها اطلبها من ابوها، ولا انه تنحط بهيك موقف مره تانية. خلينا هلا نروح نشوف منشنات تانية. اكتر برج الشر بيجري في دمه، واللي يخوف بجد انه برج اجتماعي جدا، موهوب قوي انه يعرف يتواصل مع الناس التانية وكمان بكذا طريقة مختلفة. برج عنده فضول عالي، عشان كده هتلاقي المعرفة عنده عالية جدا. ما بتحسوا انه باشياء الابراج كلهم نفس الصفات تقريبا؟ ودائما في مدح لاي برج، في له مدح وفي له اشياء سيئة. يعني بيعطوك الاشياء السيئة وبعدين بيعطوك المدح عشان انت تحس انا عن جد واحد بعرف كل شيء. انا عن جد يا اخي هيك شجاع، هاي صفة من صفاتي. فالابراج عن جد البنات بيموتوا بهاي الاشياء. بس هذا الشاب انا ما بعرف ليش كتير مهووس بهذا الشيء، طالع عم بشرح عنه. خلينا نكمل نشوف شو هذا البرج اللي قاعد بيحكي عنه اللي هو شرير جدا. وده بيخليه يبهرك ويعرف يقنعك بأي حاجة هو عايزها، ودايما يحسسك ان هو فاهم في الحاجة اللي بيتكلم فيها. ذكي جدا وعنده سرعة بديهة، ويعرف يتكيف تحت اي ظرف بيتحط فيه، ما عندوش مشكلة. وتلاقيه بقى بيعدل او يغير جزء من الشخصية اللي عنده عشان يعرف يتماشى مع الناس اللي حواليهم، ويقنعك باللي هو عاوزه ويخليك تقرر، وانت يا عيني فاكر ان انت اللي واخد القرار ومقرر. كتير طولت وانت قاعد بتشرح، لسه ضايل كمان 30 ثانية من هذا الفيديو. بدي اعرف بس شو هو البرج. انا بعرف كل الابراج نفس الصفات، كل اشي نفس الشيء. ذكي جدا، وهو بيعرف انت شو بدك وبياخذ القرارات، وجدا شجاع وبيغير شخصيته على حسب المزاج. كلياتهم نفس الصفات بس شو كلام غير. على كل برج كلام غير. يعني واحد حيحكوا عنه ذكي جدا، الثاني راح يحكي عنه بيفهم كتير. فاهمين كيف؟ هم هيك بس بيعدلوا شوي بالكلام وبيعطوها لكل الابراج. عايش مشتت في حياته، ما بيعرفش يقرر بقى القرارات المصيرية بتاعته اللي تغير حياته، اللي بيتنطط من حاجة لحاجة. فده طبعا للناس اللي حواليه بيشتتهم، ما يبقوش فاهمين هو في دماغه ايه او بيفكر في ايه. انسى انه يتكلم عن مشاعره الحقيقية، بيعرف يجمع ويحبب الناس اللي حواليه فيه، ودايما مستعد لأي هجمة من اي حد، لانه مأمن نفسه ودايما ضرباته بتيجي فجأة للناس. والبرج ده هو برج الجوزاء. انا برج زوجاء. انا مولود ب30/5/1996. بس انا مش شرير ولا بحياتي يعني بحس حالي اني انا شرير، بحسها عادي. يعني انا ابدا ما بخوف. فانا عكس هذا البرج، مع اني هو هذا البرج انا الزوجاء. الابراج كلها كلام فاضي، لا تصدقوا بهاي الاشياء مشان الله. اي حدا بيحضرني لا تصدق لي بالابراج، كله كلام فاضي. انا ما كتير بفهم بالابراج، بس مثلا في برج العقرب عادي يحكوا عنه عصبي. انا ما بعرف لو جد البرج هذا عصبي ولا لا، بس بعطيكم مثال. عادي يحكوا عنه جدا عصبي هذا الانسان، وبالاخر تشوف واحد من برج العقرب وجدا هادي. فالابراج هاي كلها كلام فاضي. هاي ساينس فيكشن يعني علم هيك اي كلام. اخترعوا العلم هذا من ولا اشي، ما في اي دليل له، هيك بس اخترعوه ويلا امسكوا. ساينس فيكشن. هاي البنت بشوفها كتير بالاكسبلور ومنشنتوني عليها قبل كتير. شفتها كاتبة عندها بالبروفايل انه هي طبيعية. شوفوا هذا طبيعي يا أخي، هذا طبيعي؟ ليش بتكذبي على الناس؟ واضح إنه مو طبيعية من الفك تاعها. ما في أنثى عندها هيك فك. يا أما ممكن يكون في عندها خلل بالهرمونات، فهرمون الرجولة عندها أعلى، والله ما بعرف. بس اللي واضح إنه هي مش طبيعية أبدا. ممكن تكون طبيعية بس لو عندها خلل بالهرمونات، غير هيك مستحيل تكون هاي طبيعية. 100% بتاخد هرمونات عشان يطلع لها هيك عضل وتحمل هاي الأوزان ويكون هيك شكل فكها. يعني حتى ملامح
ملامح الوجه تاعها مبين انه عندها هرمون الرجولة عالي، فيا اما بتاخد تستوستيرون يا اما هي عندها الهرمونات فيها خلل والتستوستيرون عالي. بعمر 77 عاما مسنة أمريكية تتزوج من نفسها بعد 50 عاما مرت على طلاقها من زوجها، وأقسمت حينها على عدم الارتباط بأي رجل كان. دورثي فيدلي البالغة من العمر 77 عاما تزوجت من نفسها في حفل عائلي في دار للمتقاعدين في أوهايو في الولايات المتحدة. المسنة أعدت كل ما يلزم لحفل العرس، وارتدت فستانا أبيض وحملت باقة زهور، وقالت إنها مثل أي عروس في يوم زفافها تشعر بمزيج من التوتر والإثارة. ما كان ضروري تخلوها هاي أخبار طالعين يعني عاملين مقال كامل وفيديو عن هذا الموضوع، ما ضروري. المرة هاي بس مخرفة، هذا الشيء الوحيد يعني اللي مبين انه مخرفة، فعشان هيك تزوجت حالها. المسكينة استغلوها، راحوا عملوا عليها فيديو ومقال، وهاي المرأة التي تتزوج من نفسها. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. فأمان الله.